اذا غادي نبداو باول سؤال ديال يونس عثمان اللي سول قال عدد اللاعبين في كل مركز مع ذكر الخصائص، يعني شحال خصنا ديال اللاعبين وشنو هما البوستات المهمين اللي خاصيننا يعني في هذا الميركاتو هذا. كنظن غادي نبدا من حراسه المرمى. حراسه المرمى مطيع اللي تمت التسويه ديال الخلاف ديالو. كاين مفتاح بجوج حراس يعني في المستوى، وغادي تكون المنافسه بيناتهم يعني، والافضل هو اللي غادي يحرس المرمى ديال الوداد. في الظهير الايمن كاينه مفاوضات مع العملود لتجديد العقد ديالو، وكنظن وصلت لواحد المراحل متطوره. في مركز الدفاع، في خط الدفاع هنا فين كاين مشكل كما كنقولوا في اللاكس الربعه والخمسه. هنا كان واحد الانتداب ديال ايمن الديراني مع الرئيس السابق السي البرناكي، ولكن ما عرفناش واش هاد المسائل يعني القانونيه والتوقيع الرسمي واش كاين ولا ما كاينش، واش المدرب غادي يقتنع به ولا ما يقتنعش به. كنظن الديراني في المستوى غادي يكون الديراني يعني هنا، وغالبا في الجنب ديالو راه غادي يلعب حركاس ولا ابو الفتح اللي شفنا ان المدرب باغيه. حركاس باقي العقد ديالو. بالنسبه عندنا مشكل في الظهير الايسر. الظهير الايسر كاين فيه قادرين وكاين فيه بوشتا اللي ما قنعوش العام اللي فات، رغم ان الاجتهاد ديال بوشتا في المباريات الاخيره يحسب له، ولكن ضروري خصنا ظهير ايسر في هذا المركز هذا. وكل شيء عارف يعني هذه غنهضر عليها ديال الكلام والسؤال اللي تسول على بوطويل. كنظن الا كان انتداب ديال بوطويل كنا عارفينه كان كيلعب ظهير ايسر في سان داونز، وكان تيدخل الوسط، كان تيدير شي حوايج مع موكوينا. الا تم الانتداب ولا التفاهم على اللاعب بوطويل ممكن يلعب في هذا المركز هذا ويكون التنافس مع قادرين ومع بوشتا، ولكن لحد الان فقط هضره ديال بوطويل. وكنظن ان بوطويل باقي العقد ديالو مع سان داونز، وكنظن انه ما يقدرش يجي الوداد الرياضي. بالنسبه للخط الوسط ولا الكاسور السيس، انا غادي نحط لكم يعني تصاور ديال كل مركز باش تفهموا مزيان. المركز رقم 6 اللي كنقولوا عليه كاسور ولا لاعب ارتكاز، هذا خاصنا ضروري. وبعد الاسئله كذلك جاتني ديال واش خاصنا لاعب ارتكاز افريقي يعني من افريقيا ولا من الدول يعني الافريقيه. كنظن انا كنفضل في هذا المركز هذا يكون لاعب كاسور قوي بدنيا، عنده بنيه جسمانيه اللي تكون كبيره، يكون بحال الشكل تقريبا ديال الاهولو في لاطاي وفي الطريقه ديال اللعب ديالو. هذا اللي يمكن يهنينا في هذا المركز هذا. وكاين حل اخر ممكن في التدريبات وممكن في المباريات الوديه، اللاعب محروس يقنع المدرب وممكن يقدر يلعب في هذا المركز رسمي السنه اللي جايه، ولكن ضروري خصنا من لاعب ارتكاز في هذا المركز. بالنسبه للرقم 8 كما كتشوفوا غادي نحطها في الصوره، هو جاء يعني محسن بودا اللي كيجيد اللعب في هذا المركز هذا. كنظن لاعب في المستوى عنده تسديدات، ولكن غادي نشوفوا يعني المدرب واش غادي يقتنع به يلعب رسمي ولا لا. في المركز رقم 10 اللي كاين فيه حاليا 3 ديال اللاعبين، كاين فيه بونا عمار وكاين فيه الزمراوي وكاين كذلك حيمود. 3 اللاعبين اللي ممكن يتنافسوا في هذا المركز هذا. كنظن ما غاديش يحتاج المدرب شي انتداب في هذا المركز هذا. بالنسبه للجناح الايمن والجناح الايسر كما تنقولوا 7 و11، فضروري عندنا خصنا انتدابات هنا. كنظن اللاعبين اللي كانوا الموسم اللي فات يعني مشى الحداد، مشى ونجم، كنظن بقى مشى الحتيمي، كنظن بقى فقط بوهره. اذا خصنا جوج لاعبين من الطراز الرفيع، وبوهره ممكن يعني يتنافس على المركز ديالو. ولا كان مزيان ممكن يلعب رسمي، ما كانش مزيان ممكن يكون في الاحتياط، ولكن كنظن ان بوهره غادي يبقى في الوداد الرياضي. بالنسبه لرقم 9 ولا راس الحربه، فهو ضروري ومهم. شفنا ان العام اللي فات عانينا بزاف في هذا المركز هذا ديال راس الحربه. كان الشرقي البحري، كان سامبو، جا في انتقالات الشتويه اوغينيس، ولكن
حتى واحد فيهم ما قنع في هذا المركز. اذا خصنا ضروري من راس حربه ممتاز. وفي البطوله الناس سولوني البطوله واش كاينين شي لاعبين، كنظن ما بانش ليا. كاين تقريبا محسن بوريغا ديال المغرب الفاسي، وصراحه انا فقط شفتو في فيسبوك حيت ما كنتابعش البطوله بزاف، كنتفرج فقط في المباريات غالبا ديال الوداد الرياضي. ولكن سمعت على هذا محسن بوريغا انه مزيان، ولكن ما عرفتش واش غادي يفكر فيه الفريق ولا لا.